الراجل نط في البسين وفجأة المية بقت سودة تماماً، ولما طلع على السطح جسمه كله كان متصبغ بلون غامق. الراجل كان مش فاهم إيه اللي حصل، والعقيد اللي واقف جنبه كان مصدوم. الراجل شم نفسه، ولما شم ريحة سولار فهم على طول اللي حصل وجري نازل على البدروم. وهو نازل يقفل المحبس كان بيزعق للجنود اللي تحته، وطلع إن المجند الجديد هو اللي ركب خرطوم السولار غلط ووصل المواسير بتاعة السولار على مواسير البسين. لكن ولا كأن في حاجة حصلت، بالعكس كانوا بيضحكوا على شكله وهم مش واخدين بالهم إن ده القائد بتاعهم. أول ما الراجل زعق بصوت عالي المجند أخيراً فهم إنه القائد. الراجل حاول يقفل المحبس بسرعة لكن شده بزيادة وكسره، والمجند وهو بيفك الخرطوم قطعه تماماً، والسولار الأسود بدأ يترش في كل حتة. المجند جري بسرعة علشان يوقف تنك السولار لكنه دوس على السلم وكسره. الدنيا بقت فوضى، والعقيد أول ما سمع الصوت جري نازل، ولما شاف اللي بيحصل البدروم كان خلاص اتملى نصه بالسولار. بس العقيد قعد بكل هدوء على لوح خشب مولع سيجارة ومدي واحدة للقائد كمان. بس القائد ما مسكهاش كويس، وقعت السيجارة في السولار، ولحسن الحظ السولار ما ولعش. وفي نفس الوقت الجنود اللي فوق قالوا إن السولار بينزل ببطء، راحوا فاتحين المحبس على الآخر. يعني بجد فريق ما يتعتمدش عليه خالص.